برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الورد على كل مستمع برونتو اف ام. معاكم هبة أحمد وحلقة جديدة من برنامج حاجات وعكسها. حياتنا مليانة بحاجات كتير وعكسها، ما بنبقاش عارفين مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. حتى كلامنا بشكل يومي، حتى الحكم والأمثال الشعبية في حياتنا فيها حاجات كتير وعكسها. مثلا خيرا تعمل شرا تلقى، عكسها اعمل الخير وارميه للبحر. هنتكلم النهاردة عن كل واحد فيهم وإيه أصل حكايته. اعمل الخير وارميه للبحر. زمان كان في راجل طيب وحكيم كان بيحب يعمل الخير ويساعد كل الناس. كان عنده قصر، وشباك القصر ده بيطل على جزيرة بعيدة. كل يوم كان بيقف قدام الشباك ويبص على الجزيرة ويسأل نفسه، هو في ناس ممكن يكونوا عايشين على الجزيرة دي؟ طب لو في، بياكلوا منين وبيلبسوا ايه؟ عايشين ازاي؟ فسأل وعرف إن فعلا في ناس عايشين هناك. وعشان هو بيحب يساعد كل الناس، أمر الناس اللي شغالين معاه في القصر إن هم يحضروا صندوق خشب كبير ويحطوا فيه من الخيرات ويبعتوه كل يوم للناس على الجزيرة، طبعا عن طريق البحر. في نفس الوقت كان فيه راجل ظالم وطاغي بيدخل في معارك دايما مع الراجل الطيب ده وبينتصر عليه، لحد ما في يوم الراجل الظالم ده حاصر القصر بتاع الراجل الطيب، والناس اللي على الجزيرة عرفوا فقرروا إن هم يساعدوه زي ما هو كان بيساعدهم. وفعلا قدروا يوصلوا له داخل القصر وقدروا يقنعوه إن هو يهرب لجزيرة بعيدة عن ظلم الراجل الطاغي ده وعايش فيها في أمان. فالناس من وقتها بقوا يقولوا اعمل الخير وارميه للبحر، بالظبط زي الراجل الطيب. أما خيرا تعمل شرا تلقى، زمان كان في ملك اسمه نعمان كان عايز يبني قصر الناس كلها تحكي وتتحاكى عنه وعن جماله وفخامته، قصر ما فيش حد عمل زيه ولا في حد هيعمل زيه. فطلب من أمهر المهندسين وقتها وهو اسمه المهندس سنمار إنه يبني له القصر ده، وفعلا سنمار أبدع في تصميم وبنى القصر. بعد ما خلص سنمار القصر كان بيفرج الملك عليه دور ورا دور لحد لما وصل لسطح القصر. فسنمار بيقول للملك عايز أقولك على كمان سر للقصر ده، القصر ده مبني على طوبة واحدة بس. فالملك سأله، في حد غيرك يعرف إن القصر ده مبني على طوبة واحدة؟ سنمار قال له لأ. قال له في حد غيرك يقدر يبني قصر بالفخامة دي؟ قال له لأ. راح الملك زقه من فوق سطح القصر، وقع سنمار مات. فالناس من وقتها بقوا يقولوا خيرا تعمل شرا تلقى. بالرغم من إن خيرا تعمل شرا تلقى هو الأصح وهو اللي بنقابله كتير قوي في حياتنا، دايما بنقابل ناس نعمل معهم خير ومش بنلاقي منهم غير الشر. إلا إننا ما ينفعش نبطل نعمل خير، لكن نتعلم من أخطائنا وما نكررش الغلط مرتين. لما تعمل خير بكلمة أو فعل ما تستناش جزاء من مخلوق ولا تستنى شكر ولا مقابل. لما تعمل خير هتلاقي نفسك أنت اللي مرتاح، ومع استمرارك في عمل الخير حياتك وكل حاجة حواليك هتتحسن. لو عملت خير مع حد وهو قابله بأذى، بغدر، بخيانة أو حتى نكران، ما تزعلش. إن أنت تعرف إن الإنسان ده على حقيقته ده في حد ذاته خير ليك. ربنا بيحب الناس الطيبة، وعشان بيحبك كشف لك حقيقة الإنسان ده. أحياناً بتبقى نهاية العلاقات في حد ذاتها خير، لأنها بتبقى علاقات مؤذية حتى لو إحنا مش واخدين بالنا. صرف الأذى عنك في حد ذاته خير. اوعى تندم على أي حاجة حلوة عملتها مع حد حتى لو طلع ما يستاهلش. الخير اللي انت بتعمله هيتردلك، مش لازم من نفس الشخص ولا بنفس الطريقة، بس خليك واثق اللي عند الناس بيضيع، لكن اللي عند ربنا عمره ما بيضيع. اعمل الخير وارميه في البحر الجاري، لو ضاع عند العبد ما يضيعش عند الباري. خلصت حلقتنا النهاردة، لكن كلامنا لسه ما خلص. استنوني في حلقة جديدة وبرنامج حاجات وعكسها.